السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بجد بيساعدني. معايا كده مثلا نص كيلو من الكوسة مقطعاها شرايح زي كده، ومعايا بطاطس مكعبات وغسلاها طبعا حلو جدا، كل الخضار بتاعي ده مغسول. ومعايا ربع كيلو مثلا من الفاصوليا، وقدهم من البسلة على الجزر كده. واي نوع خضار انت مش حباه شيليه من الوصفة، مش لازم يعني. ومعايا طماطم مكعبات، حتت مكعبات صغيرة كده خالص. تمام. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها كده التولي. التولي دي من الاكلات الحلوة جدا، كل الخضار كده، وحاجة مغذية وحلوة ومفيدة، وان شاء الله هتعجبكم. وهنعملها بطريقة حلوة وبوصفة تستوي معايا بسرعة وتكون مهرية معايا. معايا كده كوباية مثلا من العصير الطماطم، طماطم ضربها في الخلاط ومصفياها، وحطيت عليها كمان الصلصة اللي هي اللي في البرطمان دي، خدتها بقى كلها كده اللي في البرطمان عشان تبقى حمرة معايا وتبقى حلوة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلى أمة الإسلامية أجمعين يا رب. ويا رب يرزقنا كده بجبل عرفات كده وبحجة كبيرة بإذن الله يا رب يا رب. تعالوا بقى نقلب كده كمان مصمصت بقى الايه البرطمان بتاعي كده عشان الصلصة اللي فيه تنزل كلها. وهحط بقى كده اقلبها حلو واحطها على الخضار بتاعي. وكمان الخضار ده انا هعمل بيه ايه؟ مش هعملها كده لوحدها. غسله بقى الفراخ ومنضفاها حلو، وعامله لها محلول النقع بتاعي اللي هو الملح والليمون والسكر وشويه من الدقيق. وتغسلي الفراخ بتاعتك او اي نوع من الطيور بالمحلول بتاعك اللي انتي عارفاه وبتبقي مرتاحه له نفسيا كده. وبعد كده بصفيه، وبعد كده اروح بقى مستخدميه. هنشوف مع بعض هستخدمه بقى ازاي. انا الاول بس اقلب بقى كده الخضار بتاعي واظبط التوابل بتاعتي كده، بس ما كترش في التوابل عشان احس بطعم الخضار وطعم اللحم اللي انا باكله. هحط كده اظبط الملح، وهحط ربع معلقه من الفلفل الاسود، وكمان رشه من البهارات، يبقى ملح وفلفل اسود ورشه بسيطه من البهارات. تمام. هقلب بقى الخضار بتاعي حلو جدا. طبعا لو في حد ما بيحبش اي نوع من الخضار ممكن استغنى عنه، او لو عايزه تعملي الوصفه دي بنوع خضار واحد ممكن طبعا ايا كان اللي بتحبيه هتحطيه. الاكله دي بقى جنب كده رز بالشعريه او رز عارفين اللي هو الرز الواحده وواحده ده، يا سلام يا سلام بجد. اللي هو تحمري رز يعني شويه من الرز بدل الشعريه، وتكملي بقيه الرز وتسويه بقى تبقى واحده وواحده. هتبل بقى الفراخ بتاعتي كده، انا مقطعه لها بصل مكعبات صغيره، وهحط لها بقى الملح والفلفل، وما كترش من الملح عشان انا حاطه ملح في الخضار عشان كله هيتحط على بعضه. حلو الكلام حلو الكلام. ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من الحبهان والورق اللوري. ايوه كده، رشه بسيطه ما تكتريش.
هجيب بقى ايه، هجيب كيس الحراري هحطها فيها، او لو عايزه تحطيها في صينيه كده وتكمريها وتغطيها وتستوي كلها مع بعضها كده في صينيه تمام. بس انا هحطها في الكيس الحراري علشان خاطر الخضار يستوي معايا ويبقى زي الزبده، وكمان الفراخ تطلع معايا مهريه. تعالوا بقى كده هنحطها كده في الكيس. لو كميه شايفاها كتير انا كنت هحطها على كيسين، بس انا حطيتها على كيس واحد بصراحه، كنت خايفه ان الكيس ما يكفيش. وبعد كده رحت قلت لا انا هحط كده بقى وخلاص، وزي ما تيجي، والحمد لله جت مظبوط. بصوا هنا كنت هكتفي بالكميه، وهحط كمان شويه من الفراخ، وكنت المفروض ان انا اقفل على كده، رحت قلت لا والله لا انا مكمله. حسيت ان الكيس لا واخد راحته يعني، فانا رحت لا قلت لا هكمل بقى. كل ما تقللي من الملح كل ما تاخدي نتيجة احلى واحسن وطعم احلى. الحاجة لما بتزيد عن حدها في الملح، او بتزودي في التوابل، بتبقى بتجز كده معاكي، بتبقى مش حلوة الصراحة. فتحطي من كل حاجة كده، احس بنسمة كده من الطعم يعني، بتبقى احلى. احط بقى بقية الخضار كده. الفراخ بقى تطلع معايا زي ما شفتوا كده في صورة الفيديو. بصوا كانت خطيرة وما اقولكوش على طعمها. كله ني في ني. لو تلاحظوا ما حطيتش ولا اي مادة دهنية، ولا حطيت سمنة ولا زيت. يعني اللي عامل دايت يقدر ياكل منها، بس طبعا مش كل الخضار اللي محطوط هو اللي تقدري تاكلي منه. ممكن هتاكلي الكوسة وهتاكلي الفاصوليا، لكن البسلة والبطاطس دي نشويات، والبطاطس عامة يعني ما تنفعش اصلا في الدايت. فممكن تحطي الخضار اللي انت بتحبيه او تستخدميه في الدايت، وتحطيه في الكيس الحراري كده مع الفراخ او اللحمه، وتسويها بتبقى بجد خطيره. بس كده يا سيدي يا سيدي على الجمال. هربطه بقى واحكمه كده وبس. انا مش هربطه بالرباط بتاعه، ما بحبوش الصراحه. بصوا كده انا ايدي اضمن، وان انا اربط واتمكن كده احسن وامن ان انا هربطه بايديا، وبعد كده هروح احطه في الصينيه وادخله الفرن. انا من دلوقتي وانا مولعه الفرن اتحكم بايديا بقى واربطه زي ما انا عايزه. لكن بصراحه الرباط اللي بيبقى معاه ده بخاف منه الصراحه. بصوا ربطته ومكنته دفنته يعني. هحطها بقى في صينيه كده تكون مرتاحه، لان علشان خاطر لما هفتح الكيس تاخد راحتها في الصينيه. حلو الكلام. هخرمه بقى بالسكينه كده تخريمتين 3 بالكتير مش اكتر، وادخله الفرن على نار عاليه. بوريكم ان انا هخرمه، بس انا ما كنتش هولع عليها دلوقتي. بعد كده وقت ما انا هدخلها يعني اخرمها. حلو الكلام. دخلتها وطلعتها طلعت معايا بصوا حمرا حمار، ما اقولكوش على جمالها وعلى الطعم خرافه بجد، كانت خطيره بجد. تعالوا هنفتح عليها بقى، ولازم ناخد بالنا جدا جدا ان احنا وبنفتح عليها لا قدر الله يا رب من البخار اللي بيطلع من الكيس الحراري ده، بعيد عننا يا رب. تخلي بالك انت وبتفتحي عليه. هفتحه بس كده، هشقها بين نصين. بصوا مش قادره الصراحه ان انا، بس كنت بقى عايزه اخلص. هفتح بس كده ان هي بس تبقى منها للفرن يعني. بس طلعتها. بصوا بقى ما شاء الله، مش قادره اقول لكم على الفراخ وعلى بصوا الفراخ مهريه ازاي، مهريه بجد، زبده زبده وخطيره بجد. هدخلها بس الفرن تاخد وش معايا بس كده عقبال ما اخلص بقيه الغدا. بصوا الدبوسه منفصله خالص عن الورك خالص، عن فظيعه فظيعه بجد. بس كده.
دخلتها الفرن بقى دقيقتين مش هتاخد. بصوا بقى طلعت معايا اهي، يعني كانت ما خدتش وقت في اللون، يعني عايزه اقول لكم كده. ف دقيقتين 3 بتاخد لون قوام ومهريه بجد، وما كانتش مستاهله اصلا ان هي تدخل الفرن، هي كانت عايزه تتاكل كده بجد. بصوا مهريه والدبوس منفصل عن بقيه الورك، فكانت بجد حاجه خرافه. وطبعا الخضار مش عايزه اقول لكم، وهو ايه بيتكلم لوحده. فيا رب ابقى عند حسن ظنكم، ويا رب الفيديو يعجبكم وجربوها وقولوا لي رايكم. ممكن ما نعملهاش في الكيس الحراري، ممكن نعملها في صينيه كده ونكمرها كده بورق فويل، او نغطيها بغطا صينيه ولا اي غطا، وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. ويا رب ابقى عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.